5 لاعبين ظلمتهم منتخباتهم. وبالطبع هناك العديد من النجوم العالمية اللي ظلمتهم منتخباتهم بضعف منتخباتهم أو عدم وجودهم في التصنيفات العالمية، واللي منهم هيون مين سون لاعب كوريا الجنوبية، واللي من سوء حظ سون إنه راتب فترة فيها منتخب كوريا الجنوبية أضعف من المعتاد. حتى في بطولة كأس آسيا ليست هي المنتخب الذي كنا نعرفه. جاريث بيل لاعب منتخب ويلز، ورغم النهضة الكروية اللي مرت بها ويلز نسبيا، إلا أن بيل لو امتلك دعما قويا من منتخب قوي لاختلفت مسيرته مثل ما حدث معه في ريال مدريد. كمل الفيديو وما تنساش تتابعني. ليفاندوفسكي لاعب منتخب بولندا، تخيل معه انه يحمل الجنسيه الالمانيه او الاسبانيه مثلا، ويصل الى نهائي كاس العالم او نصف نهائي اليورو بصوره مستمره ويكون سببا في تحقيق تلك الالقاب معهم، ستدرك في وقتها انه ظلم مع منتخب بلاده. روي كين لاعب منتخب ايرلندا، قائد مانشستر يونايتد المثير للجدل دوما، يصنفه البعض او الجميع انه كان احد اهم لاعبي وسط الملعب تاريخيا، الا ان مسيرته الدوليه لم ترتقي للمستوى المامول، والسبب في ذلك ايرلندا. زلاتان ابراهيموفيتش لاعب منتخب السويد، ماذا لو تمكن ابرة من تحقيق المونديال او اليورو؟ بجانب مسيرته الاعجازيه على صعيد الانديه وارقامه الفذه، اعتقد ان كره القدم خسرت كثيرا جدا بان يكون نجم ميلان مع منتخب متوسط المستوى. وهستنى منك تقول لي 3 لعيبه ظلمتهم جنسيتهم في التعليقات.